بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم. امسيه كرويه جديده من قهوه فايق، والنهارده قعدتنا حلوه جدا جدا مع ملوك التحليل. اجمد حاجه بقى يعني الصنف العالي في الكوره، اما واننا على بعد ساعتين من ملحمه كرويه مهمه وديه، اي نعم، ولكنه ماتش قوي جدا منتخبنا الوطني امام منتخب البرازيل في اخر تجربه وديه واخر لقطه قبل ما نروح كلنا في كاس العالم. الماتش فين؟ في امريكا طبعا. بص، عشان يعني سكه ودغري، انا ما شفتش في الكام سنه اللي انا اشتغلتهم دولت، في ال 20 سنه يعني دول صغننين خالص دول، اجواء اسوأ من الاجواء اللي بتتلعب فيها امريكا، يعني بتتلعب فيها اي بطوله في امريكا حقيقه. يعني انا رحت كاس العالم انديه، وكنا التغطيه بتاعتنا كانت حصريه، احنا كنا واخدين تغطيه البطوله، والنادي الاهلي تغطيه حصريه. بص بقى، حدث ولا حرج، كل حاجه وحشه، كل حاجه سيئه، اجواء، جو، طقس غريب غريب، انت بتشوف في اليوم كل حاجه: برد، رعد، صيف، شتاء، حر، رطوبه عاليه، مطره، عادي جدا. الصبح حر مش طايق نفسك، بالليل سقعان جدا جدا ومش عارف تعمل ايه، والمطر بتنزلك من كل حته، او مطر الصبح جدا 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 يعني بص، شهاده لله، يعني شهاده لله، اسوأ يعني اجواء تعيش فيها. طيب، تيجي بقى ايه الماتشات، يقول لك ايه في الماتشات؟ الطقس معرفش كذا، فيبعت لك رسائل على التليفون: خد بالك انه في رعد وبتاع، لازم نخلي الماتش. اخلي يا باشا الماتشات، نخلي بقى، نرجع امتى؟ دي مش قصتنا، اخلي. اقصد انه دي هي البلد دي مش بلد بتاعت كوره، يعني هم مش بتوع كوره، هم يعني رجبي. نوقف الماتش 80 900 يوم عادي ونرجع نكمله، ما عندناش مشكله. لكن في الكوره افقدونا المتعه، وانا ما بقولش حاجه من عندي، يعني انت حتى احنا لما رجعنا من كاس العالم ده فشفنا بقيه البطوله، لما كنا هنا في مصر وقت ماتش تشيلسي وقفوا المباراه 800,000 ساعه، وبعدين رجع تاني ما كانش فيه اي حاجه خالص. تسلم الايادي يا باشا. فلما تيجي تبص القصه كلها عامله ازاي، تلاقيها مش احسن حاجه يعني. هتقول لي بس الموضوع والاخلة لان هم واخدين على كده وتمام، وهو ما فيش حاجه صعبه، خش جوه خش جوه، كله بيخش بيعمل بكذا كذا كذا، بس بكلمك على متعه الكوره نفسها تفتقد. فانا مش هكذب عليك، انا مش متحمس للاجواء اللي انا شفتها قبل كده من حيث الحته ديت. ولكن هرجع واقول لك الرطوبه والحاجات واللي مش عارفه كذا كانت مقصره في كاس العالم للانديه. بتخيل انه رغم كل ده احنا لما كنا بنتكلم على الاهلي ساعتها، الناس قاعده تقول لك ايه؟ طب يا جماعه، ما انتوا يعني الاجواء دي اجواء افريقيه اصلا، انتوا يعني انتوا جايين من فين؟ يعني انتوا جايين من اسكندنافيا؟ انتوا جايين من القطب الشمالي؟ ما انتوا جايين من افريقيا، فصباح الفل بالنسبه لكم تمام، يعني الجو حر. ايوه، في فرق ما بين ان الجو حر وما بين رطوبه بالدرجه دي اللي راح شاف. انا في ماتش فاكر النادي الاهلي كان في الساعه 12 او الساعه 1 الظهر، حاجه كده بتوقيتهم هناك. يا جماعه مش ممكن والله العظيم، انت مش عارف تاخد نفسك. عموما، اللي عايز اقوله بقى في القصص ديت ايه؟ لما كانت البطوله بتتلعب في قطر، قال لك اصل الاجواء واصل البتاع وبتاع، فالجماعه في قطر راحوا عاملين اعظم بطوله كاس عالم، اعظم بطوله كاس عالم. يلا يا باشا، عايز ايه؟ اجواء صناعيه، يلا يا باشا اقفل لك اللي شايف ده، اقفله لك، قفلته لك. مكيف الاستاد ده عايزه ايه؟ استاد ده مكيف عملته لك مكيف. اصحى من الصبح تلاقي الجماعه في قطر عملوا لك استاد مكيف. ممشى في الشارع مكيف، لحد النهارده موجود على فكره، يعني مش بقول لك حاجه من عندياتنا يعني. عايز اي حاجه. كان ثلاث ارباع دول اوروبا وامريكا بتهاجم قطر بسبب الاجواء ديت. طيب، قطر راحت عامله حته بطوله نموذج. انا بس بفكرك بالكلام ده عشان هتشوف اللعبكه اللي هتحصل في كاس العالم اللي جاي ده. الناس هتكره نفسها بسبب اللي هتشوفه. ايش توقيف بطولات، ايش ماتشات هتقف، ايش ما اعرفش، استنى ده بقى في برق، ايش في رعد، ايش في حر، ايش في بتاع. اتفرج على المنتخبات، انا جاي لك اهو من المستقبل. اتفرج على المنتخبات وهي بتشتكي منتخب تلو الاخر من درجه الحراره ومن الظروف وبالبتاع، لكن ما حدش هيفتح بقه. قبليها بثلاث اربع سنين زي ما كانت الناس بتفتح بقها، ما حدش هيقول لك طب التجهيزات، ما حدش بيقول لك اصل ما اعرفش كذا. طيب، ما فيش حد مثلا بيفتح بقه دلوقتي على فكره الناس اللي بتتمنع من دخول امريكا، ما حدش بيفتح بقه. هل في حد بيفتح بقه؟ هل بيقول لك اصل في اللعيب الفلاني مش عارف من منتخب ايه تم توقيفه لمده 7 ساعات، هل ما اعرفش كذا كذا؟ طب انا عايز اسالك سؤال: لو انت عندك البطوله دي بتتلعب، كاس العالم ده بيتلعب في من المنطقه العربيه،
اهو بقول لك المنطقه العربيه ما سمتش حاجه، صح كده؟ وجه لعيب في اي منتخب من المنتخبات وقفوه 3 دقائق، 3 دقائق زياده بس، 3 دقائق بس يا باشا احنا بنعمل مسحه. ايه انتوا عالم مالكمش في المعرفش البطولات اللي شبه كده مش بتاعتكم، وتلاقي كل الصحف وكل المجلات وكل البتاع بيقطع فيك زي بص السلام عليكم. انت هتتقطع، انت مش فاهم حاجه. لكن احنا لما نعمل احنا نبقى فاهمين. انا اوقف اي حد ما دخلوش، انا حر. هتشوفوا حاجات، انا بقول لك اهو هتشوفوا حاجات في البطوله ديت عشان تعرفوا بس فكره الكلب ميكيالين يعني. ما علينا، خلينا نخش برضو في تفاصيل مهمه. بقول لك بقى منتخب البرازيل برضو هيلعبك بتشكيله فيها اليسون وسانتوس، ايبانيز، ماركينيوس، ويسلي، كازيميرو، باكيتا، برونو، فينيسيوس، تياجو، رافينيا. دي التشكيله اللي هو هيبتدي بيها كارلو انشيلوتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، وهنتكلم اكيد في التفاصيل بتاعتها. طيب وكيل هيثم حسن لاعب منتخبنا الوطني، جناح منتخب مصر وريال اوفيدو الاسباني. الوكيل بتاعه اللي هو بول شينيتشي اتكلم معانا في الكرة مع فايق، وقال غير صحيح تماما ما تردد عن وجود مفاوضات مع بيراميدز. قال ما فيش مفاوضات مع بيراميدز خالص، ولم يحدث على الإطلاق. وعن إمكانية إن الراجل ممكن يجي الدوري المصري، الراجل وكيله قال لا، ده مش هدفه على الإطلاق. واحد حطه على جنب. اللي بعد وكيل اسد الحملاوي برضو قال لنا في تصريحات للكره مع فايق فيما يتعلق باقتراب اللاعب ومساله انه هل ممكن يبقى موجود في الدوري المصري، هل ممكن يبقى موجود في النادي الاهلي. الراجل بما لا يدع مجالا للشك، وكيله السيد ياسين الطاهري قال يا جماعه لا، الراجل موجود مع فرقته بيلعب في التصفيات المؤهله لدوري ابطال اوروبا. الانتقال اصلا للدوري المصري كله على بعضه فكره غير مطروحه بالنسبه للاعب. خلاص انا ايه كده وضحت لك الجزئيتين دولت علشان يبقوا معاك. زميلنا جيمي متألق قوي قوي وماسك الملف بتاع تحديدا بتاع بلال عطية ده من اوله بتفاصيله كلها، من اول لقطة احنا موجودين فيها لفكرة حتى المداخلة اللي كانت، انا بشوف ان دي واحدة من اكتر المداخلات انسانية، مش عايز اقول احترافيه لان هي انسانيا عاليه جدا جدا. لما كان معانا عمر نايل مدير العلاقات والتعاقدات الخارجيه بنادي راسنج سانتاندير، الراجل ده محترم الى الدرجه اللي المداخله بتاعته لما نزلت قلبت الدنيا. ليه؟ لانه الراجل اتصاب، بلال عطيه اتصاب مع النادي الاهلي، فلك هنستناه لحد ما يتعالج وهناخده، احنا مش هنسيبه، مش هنسيب ايديه. هو مش مجبر على فكره انه يعمل كده، مفيش حاجه في الدنيا هتقول له كده. بيزنس يعني بيزنس، انا بجيب لعيب انت لعبته اتصاب، ده نصيبه، دي حصلت، ده سيناريو مكرر للمره المليار. خلاص ده نصيبه، ما كنتش المفروض تلعبه في الوقت ده لان انت عارف انه ممكن يتنقل لنادي تاني. بيزنس. لكن انسانيا الناس دي عندها انسانيه عاليه جدا جدا، ان هي تقول انا مش هسيب اسم، انا مش هسيب ايد الولد. فالنهارده نشوف بلال عطيه في لقاء خاص وحصري لبرنامجنا، نتابع مع حضراتكم ماذا قال الكابتن عمر نايل. نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن ابراهيم، كل المشاهدين مساء الخير عليكم. النهارده طبعا بعد توقيع جميع العقود الرسميه لكابتن بلال عطيه، بشكل حصري طبعا نطلع مع كابتن ابراهيم فايق. بنتكلم من ارض الحدث دلوقتي بعد توقيع جميع الاجراءات الطبيه والاجراءات القانونيه بالنسبه لعقد بلال. بعد كده بلال هيتجه على مصر ان شاء الله بعد بكره لتخليص الاجراءات بتاعه عقد العمل او تصريح العمل الخاص بيه. سعداء جدا ان احنا نقول لحضرتك او نجاوب على الاسئله اللي اتبعتت من البرنامج. اول سؤال، شعور بلال ايه بعد انتقال لراسنج سانتاندير؟ طبعا شعور ما يتوصفش، انا مبسوط جدا، ودي طبعا بداية خطوة من حلمي، وان شاء الله تبقى خطوة موفقة واقدر افيد مصر وافيد المنتخب ان شاء الله، وتبقى بداية لمسيرة كويسة ان شاء الله في الدوري الاسباني وفي الدوريات الكبرى ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله بلال بالتوفيق باذن الله. تفاصيل الصفقة طبعا احنا اتكلمنا في تفاصيل الصفقة قبل كده. بلال معانا ان شاء الله لسنة إعارة، وإحنا لينا الحق تمديد الإعارة إن شاء الله، وده اللي إحنا بنتمناه. برنامج شامل محطوط لبلال، برنامج تطوير كامل الحمد لله رب العالمين، وش حلو جدا علينا الحمد لله. صعدنا لا ليجا، وهيبقى ده نقلة كويسة بالنسبة له وبالنسبة لنا إن شاء الله بإذن الله. اللاعب هيكون مع الفريق الأول أو لا، ده طبعا بيتوقف على توفيق ربنا واجتهاد بلال، ولكن اي فريق في العالم سواء بيتعاقد مع لاعب ناشئ او لاعب مش ناشئ كبير، هو بيتعاقد معاه هدفه ان هو يبقى الفريق الاول مش الناشئين.
فان شاء الله باذن الله البرنامج بتاع بلال اللي محطوط له كبرنامج تطويري يستفاد منه باقصى حد، وان شاء الله يبقى معانا باذن الله رب العالمين في حين انه مستواه اهله للفريق الاول. طبعا كابتن محمد صلاح والكابتن عمر مرموش مثل لكل لاعب في مصر ان هم يكونوا عايزين يحترفوا، وانا طبعا كنت نفسي ابقى زيهم طبعا، وان شاء الله دي بدايه خطوه واكون زيهم في بعد كده ان شاء الله. كل نادي بيحاول ان هو يبرم تعاقد مع اي لاعب يكون من قطاع الناشئين بتاعه، اكيد بيدور على اي بينيفيتس او اي بروفيتس بتاع السنه اللي جايه، اعاده بيع، بونص، حوافز. ده كله طبعا تم الاتفاق عليه مع النادي الاهلي ومع القائمين على ابرام الصفقه مع بلال، وكانت الامور ماشيه بشكل كويس جدا الحمد لله رب العالمين. هي جت متاخره شويه، كنا حابين ان احنا نخلص بلال في الشتاء، لان اللاعب اللي كان بيلعب مكان بلال طبعا اتباع لشتوتجار الالماني تقريبا في نفس سن بلال، فجالنا متاخر شويه، ولكن الحمد لله كل الامور مشيت بشكل احترافي جدا مع الناس اللي كانوا بيبرموا الصفقه معانا، والحمد لله كل شيء تم على خير. محليا طبعا اتفرجت على فيديوهات للكابتن محمود الخطيب، وبحب كابتن محمد ابو تريكه، وعالميا كريستيانو رونالدو. طبعا اتمنى التوفيق لصاحبي واخويا حمزه عبد الكريم في المنتخب، وان شاء الله اقدر افيد المنتخب واروح معاهم وامثل بلدي ان شاء الله. عندنا مواهب كتير جدا، ولكن كيفيه اداره المواهب هي اللي بتحدد مدى احتراف اللاعبين من عدمها. فان انت تبقى عندك النولج ان انت تدير الموهبه مش من الناحيه الرياضيه فقط، ولكن من جميع النواحي، واهمها المنتاليتي، اهمها الناحيه النفسيه، الناحيه السيكولوجيه للاعب، وبعد كده بتيجي الحته الفسيولوجيه، لان فسيولوجيا احنا متطورين جدا، عندنا مواهب جامده جدا. اوروبا دلوقتي عينيها على مصر، فلازم نستغل الوضع اللي احنا فيه دلوقتي ونطلع لاعبين. احنا شايفين النادي الاهلي ما شاء الله مطلع اكتر من لاعب، في انديه في مصر دلوقتي بتعقد اتفاقيات مع انديه كبيره في العالم، وان شاء الله اتمنى ان يبقى الفريق المصري كله سواء ناشئين او فريق اول معظمه من المحترفين والمتاسسين في اوروبا. بشكرك جدا 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 باسم راسينج اولا وباسمي انا شخصيا، وبنشكر كل الناس اللي وقفت في ظهر بلال الفترة اللي فاتت. بنشكر حضرتك للمتابعة معانا بشكل أسبوعي تقريبا، والناس اللي شغالين عند حضرتك في الإعداد. شكرا يا جيمي، شكرا إبراهيم، شكرا لكل الناس، وإن شاء الله بإذن الله يكون بلال ده مشروع ويبقى مثال يحتذى به للاعبين اللي في سنة. شكرا يا بلال وألف مبروك. الله يبارك ألف مبروك. شكرا. السلام عليكم. انا مبسوط حقيقي، فعلا انا مبسوط وفخور قوي بكل خطوه بياخدوها ولادنا. كل الشكر الحقيقه للكابتن عمر نايل مدير العلاقات الخارجيه بنادي راسينج سانتاندير. تاني وتالت، الناس دي محترمه جدا جدا على الصعيد الانساني. انا مش بس بتكلم من الناحيه الاحترافيه، انا بتكلم ولا التنظيميه ولا فكره تطوير اللاعب، انما انا انسانيا انا عمري في حياتي ما هنسى هذا الموقف. انا كراجل كمقدم برنامج، ده ابننا في الاول وفي الاخر، ده ابننا مصري جميل شاب ابتدى حياته، فكان ده ممكن يأثر عليه نفسيا اذا الناس دي انسحبت. كان هيبقى يعني خلاص، يعني هيحصل وخلاص، لكنه ان الناس ما تسيبش ايديه وتقول لك لا واحنا مصرين ومصممين وهيبقى موجود معانا، دي حاجه تحترم جدا من هذا النادي، وايضا من الكابتن عمر نايل اللي اصر على انه هو اللي قال حتى كمان ده في المداخله، وكما لو انه قطع وعد على ده. اما بالنسبه لبلال، فبلال شد حيلك جدا جدا جدا، تالق وكسر الدنيا، وبلال لعيب واعد، لعيب جامد. ان شاء الله باذن الله نشوفه في اماكن اكبر واكبر واكبر واكبر، وفي اعظم الاماكن في اوروبا. نقطه اخيره عايز اقولها في حق وليد سليمان، وليد سليمان مدير قطاع الناشئين السابق بالنادي الاهلي، لو ما عملش اي حاجه في القطاع، ما عملش اي حاجه، راح شرب شاي بلبن كل يوم ومشي، بس طلع من القطاع عنده 2 لعيبه، واحد منهم طلع برشلونه والتاني طلع اسبانيا والتاني طلع لراسينج سانتاندير. فانا يكفيني جدا جدا ده 2 لعيبه. طب ايه رايك هو مطلع اكتر من كده؟ طب ايه رايك انا عن نفسي عشان بس ابقى امين، انا ما اخدش معيار الفوز بالبطولات بتاعت الناشئين ده معيار اصلا، ما اخدوش معيار، ان شاء الله رب اتغلب من طوب الارض، بس اطلع لعيبه انا كده تمام. بس اما وانه بلس يعني جنبها كده ان هو كمان كسبان البطولات، فحته زياده
يعني بطلع لعيبه وكمان بكسب على قطاع الناشئين، فانا قادر احافظ على الفكره بتاعت هيبه الاهلي من وهم صغيرين، فقادر في الحته دي برضو ادي سنه. تاني انا مش من نوعيه الناس اللي اشوف ان المعيار بتاعي كقطاع ناشئين ان انا اخد البطولات. مش ده المعيار الاساسي. انا المعيار الاساسي بتاعي اطلع لعيب متاسس صح. فانا النهارده لما بشوف الاثنين لعيبه دول بيطلعوا بالشكل ده وليد سليمان. زائد حاجات كمان انا عارفها عملها الحقيقه وليد سليمان في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. اقدر اقول دلوقتي بحريه لان وليد مش موجود. طب هو وليد موجود في القطاع، ما هو زميلك في البرنامج ما انت لازم تقول له. طب وليد دلوقتي مش موجود في القطاع. خلاص ما بقاش موجود اصلا في النادي الاهلي كله على بعضه. اقدر اقول دلوقتي انا متحرر من اي ضغوط ومتحرر من اي حاجه ممكن يقول لك ان انا شهادتي تبقى مجروحه فيه. بعد الفاصل عزيزي المشاهد اينما كنت ادعوك لقعده كوره حلوه. مزاج بقى. نجيب بقى ملوك التحليل بقى ونقعد بقى نشرب شاي بقى كده وقهوه كده وندلع الدنيا والمزاج ونديها شويه سكالانس على شويه فول على شويه طعميه على شويه برنجان. عايزين برنجان بقى. من هنا كده. نخش في البرنجان ونخش في الجرجير. تمام. يعني شويه برنجان على شويه جرجير كده ونقوم ضاربين فيهم الطعميه في قلب البتاع في قلب الفول. قنبله. ها؟ قنبله. ايوه ده اسمه ديناميت. القنبله الثانيه. القنبله اللي هي بتبقى مسكره. صح. حلو. لا اظبط معانا. ماشي. خليك معايا على ماشي على اللاين. على اللاين ماشي كده الكلام. وعم حسن مدلعنا كده عم حسن بصراحه. ماشي يا باشا. بدنا بقى السندوتش العظيم ده بعد الفصل. عزيزي المشاهد اينما كنت في اي مكان وفي اي حته. يا جماعه احنا هنقابل مشكله كبيره جدا الفتره الجايه. اللي هينزل يشتري لبس هيتفاجئ انه اللبس بتاع الرجاله اختلف وربنا بقى كله اللي هو اللبس ده. والله ما بتضحكش يا وحيد، والله العظيم يا جماعه دي مشكله كبيره والله. ده هتبقى مشكله كبيره يا جماعه. بقول لك اللي موجود دلوقتي كله اسمه حاجه اسمها البوكس فيت. يعني ايه بوكس فيت؟ يعني انا بتلبس بتاع قد كده اهو وتبقى كده اهو. فاهم ايه ده؟ ايه البوكس فيت ده؟ فاحنا هيخلونا بعد كده نلبس اللي هو عم حسن البتاع هيبقى على السره. عم حسن هنروح فين بعد كده يا جماعه؟ الحقونا يا اخوانا بتوع الملابس في كل حاجه. مش لازم نمشي يا جماعه على الموضه. الله يستركم قوي يعني كده. شوفوا لنا التيشيرتات الواسعه والحاجات اللي هي الطويله ديت. الله يستركم. عايزين رحراحه. لا انا النهارده نزلت اتخضيت يا عم حسن. رحراحه. انا اتخضيت يا عم حسن بصراحه. لا يعني لقيت الموضوع هيطلع لفوق. احنا هنطلع فوق بقى هيبقى اللي هو الاستومك ده. فالحقونا يا جماعه. دي مشكله كبيره يا استاذ ايمن. ما ينفعش كده. مشكله كبيره يا اخوانا يا عم هشام. دي مشكله كبيره. لو ما لحقتوناش يا جماعه الدنيا هتبوظ مننا. هاتوا لنا اللبس بتاعنا يا جماعه اللي نعرفه. الله يستركم يعني. فاصل وبعد الفاصل نشوف هنتكلم فيه. يلا.